تتمرن تلعب اي رياضه، تنس، جمباز، او حتى بتتمرن جيم. الم مفصل الرزق مش مجرد الم بسيط، مفصل الرزق رغم انه مفصل صغير لكنه مهم في كل استخداماتك اليوميه او حتى استخداماتك اثناء الرياضه. عشان كده الاصابات بتختلف من التواءات في الاربطه على حسب الاصابه، حركات مفاجاه، او كسور في العظام الصغيره في الرزق، واشهرهم كسور العظمه الزورقيه او التهابات في الاوتار نتيجه عدم الاداء الصحيح للتمارين او التحميل الزايد، او مع الحركات المفاجاه بعض الاصابات في الرباط الثلاثي المركب او بما يسمى الغضروف بالمفصل. بنبدا التشخيص عن طريق ازاي؟ بنبدا بفحص اكلينيكي، بنحتاج الفحوصات اللازمه زي عمل اكس راي اشعه عاديه واشعه رنين مغناطيسي او اشعه مقطعيه سي تي سكان على حسب نوع الاصابه لتحديد الاصابه بدقه. طرق العلاج بتختلف على حسب كل مريض، بتشمل من راحه وكمادات وتاهيل ثم علاج طبيعي، وقد تصل الى بعض الحالات الى تدخل جراحي. ومع وجود التدخلات الجراحيه المحدوده زي استخدام المنظار بقى العوده الى الرياضه او النشاطات اليوميه بقى بشكل اسرع وبتدخل اقل محدوديه، وبالتالي عوده اسرع للتمارين الرياضيه. لو حسيت باي الم في الرزق ما تستهونش وتقول ان ده الم بسيط. شرفنا في مستشفيات اندلسيه نفحص ونطمن عليك عشان تقدر ترجع للرياضه بشكل اسرع وبشكل افضل.